السلام عليكم طلبة الصف الأول الإعدادي. هحل معاكم النهاردة محافظة رقم 15 محافظة جنوب سيناء. أول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. السؤال الأول عندي صاد أس 2 الكل أس 5. هنا عندي أس داخلي وأس خارجي هنضربهم في بعض، هيبقى عندي صاد أس 2 في 5 هيبقى ب10. الاختيار نمرة ب. بعد كده السؤال التاني، إذا كان سالب س أكبر من 4 فإن السين هتكون أكبر ولا أصغر من 4. هنا عايزين السين لوحدها، عايزين نتخلص من الإشارة السالبة اللي مع معامل السين، هنقسم هنا على -1 وهنا على -1. أول ما قسمت على عدد سالب العلامة المتباينة بتتغير، هنا كانت أكبر هتبقى أصغر، السالب اللي في البسط هيروح مع السالب اللي في المقام، يبقى كده السين هتكون أصغر من 4 على -1 هتكون بتساوي -4، يبقى كده السين أصغر من -4. الاختيار نمرة ج. بعد كده السؤال التالت، ربع العدد 4 أس 20 هتساوي نقط. ربع العدد يعني هنقسم على 4، لو قال لي نصه بقسم على 2، لو قال تلت العدد بقسم على 3. هنا قال ربع العدد 4 أس 20 يبقى هنقسم على 4. عند القسمة والأساسات متحدة هنكتب الأساس اللي هو 4 ونطرح الأسس، 20 ناقص 1 هيبقى 19، يبقى كده 4 أس 19. الاختيار نمرة ج. بعد كده السؤال الرابع، المعكوس الجمعي للعدد -1 لكل أس 4. هنعدل العدد الأول، هنا عندي الأس زوجي، طالما الأس زوجي هيتخلص لي من الإشارة السالبة كأنها مش موجودة. 1 أس 4 يعني 1 في 1 في 1 في 1، الواحد مضروب في نفسه 4 مرات هيبقى فيها الواحد. عشان أجيب المعكوس الجمعي، المعكوس الجمعي يبقى هنغير إشارة العدد، هنا عندي الواحد بالموجب هنغير إشارته يبقى -1، يبقى الإجابة الاختيار الأول ألف هيبقى -1. بعد كده السؤال الخامس، إذا كان احتمال نجاح طالب هو 7/10 فإن احتمال رسوبه هو نقط. هنطرح من الواحد، 1 ناقص 7/10 هيساوي 3/10. الاختيار نمرة ب. بعد كده السؤال التاني، أكمل ما يأتي. الصورة القياسية للعدد 72,000. عايزين نكتب العدد ده على الصورة القياسية، نعتبر العلامة واقفة عند أول العدد، هتمشي العلامة شمال لحد ما توصل ما بين 7 وما بين 2، هيبقى عندي 7.2 في 10 أس كام؟ أس، هنشوف هنا العلامة اتحركت كام خطوة شمال، أدي 1 2 3 4، 4 أرقام شمال، يبقى تبقى 10 أس 4، يبقى دي الصورة القياسية 7.2 في 10 أس 4. بعد كده السؤال التاني، احتمال الحدث المستحيل هيساوي نقط. المستحيل بيكون بيساوي 0، لكن احتمال الحدث المؤكد بيكون بيساوي 1. بعد كده السؤال التالت، عندي جذر 10 أس 2 ناقص 8 أس 2. قلنا ايه؟ بنعمل العملية الحسابية تحت الجذر الأول. 10 أس 2 هنفك الأسس أول حاجة، 10 أس 2 هتبقى ب100 ناقص 8 أس 2 اللي هي 64 تحت الجذر. هنا دلوقتي هنطرح، هيبقى كده عندي جذر 100 ناقص 64 هيبقى 36، الجذر التربيعي ل36 هيبقى 6، عشان 6 في 6 ب36، يبقى كده الإجابة هتكون بتساوي 6. والسؤال ده ممكن نعمله على الآلة الحاسبة نتأكد من الإجابة برضو. هنا في أكمل محتاجين الإجابة الأخيرة مش محتاجين الخطوات. هنعمل جذر 10 أس 2 جذر 10 أس 2 ناقص 8 أس 2 هتساوي 6 زي ما طلعناها 6. بعد كده السؤال الرابع، 2 في 6 ناقص 4 على 2. هنا عندي عملية ضرب وطرح وقسمة، اللي بتعمل الأول الضرب أو القسمة اللي جه الأول. هنا عندي الضرب اللي جه الأول، هنضرب 2 في 6 ب12 ناقص 4 على 2. دلوقتي عندي طرح وعندي قسمة، يبقى هنعمل القسمة الأول، يبقى كده 12 ناقص 4 على 2 يبقى فيها 2، 12 ناقص 2 يبقى 10، يبقى هنا الإجابة ب10. برضو السؤال ده نقدر نعمله على الآلة، 2 في 6 ناقص 4 على 2 هتساوي 10، زي ما طلعناها الإجابة 10. بعد كده السؤال الخامس، مجموعة حل المعادلة س زائد 7 بتساوي 2
في ط هي نقط. ناخد بالنا في ط اللي هي الأعداد الطبيعية تبدأ من الصفر والواحد والاتنين والتلاتة إلى ما لا نهاية. هنحل المعادلة الأول. هنا عايزين السين لوحدها، يبقى الموجب 7 هيروح اليمة التانية نعكس إشارته، يبقى كده السين هتساوي 2 ناقص 7. السين هتساوي 2 ناقص 7 هيبقى -5. هنا دلوقتي السين طلعت عدد سالب، والأعداد الطبيعية أعداد موجبة والصفر، يعني الأعداد السالبة مش موجودة في طه. يبقى كده مجموعة الحل هتكون بتساوي فاي، لأن الأعداد السالبة مش موجودة في طه، يبقى مجموعة الحل هتكون بتساوي فاي. بعد كده السؤال التالت ألف، اوجد في نون مجموعة حل المعادلة 3 س زائد 1 بتساوي 25. عايزين السين لوحدها عشان نقدر نجيب مجموعة الحل، فعايزين نودي الواحد ده اليمة التانية بعكس الإشارة. 3 س هتساوي 25 ناقص الواحد، يبقى كده 3 س هتساوي 25 ناقص 1 هيبقى 24. عايزين نجيب قيمة السين لوحدها، نقسم هنا على 3 وهنا على 3. 3 هتروح مع 3 يبقى السين هتساوي 24 على 3 يبقى فيها 8. يبقى كده جبنا قيمة س ب8. مجموعة الحل هتكون بتساوي المجموعة 8. بعد كده السؤال التالت ب، اختصر لأبسط صورة -3 على 7 الكل أس 0 في -2 على 5 الكل أس 2 في جذر 6 وربع. أول حاجة عندي -3 على 7 الكل أس 0 هتكون بواحد. طبعا العدد سالب وأس 0 برضو بواحد، كسر وأس 0 بواحد، رمز وأس 0 بواحد، أي حاجة أسها 0 بواحد. في هنا عندي أس 2 والعدد سالب، -2 على 5 الكل أس 2. طالما عندي الأس زوجي يبقى هيلغيلي الإشارة السالبة كأنها مش موجودة. 2 أس 2 هيبقى ب4 على 5 أس 2 معناها 5 في 5 اللي هي ب25. في هنا هنرفع الكسر اللي تحت الجذر الأول، يبقى كده جذر المقام عندي 4. 4 في 6 ب24 زائد 1 يبقى 25. دلوقتي هنجيب الجذر يبقى 1 في 4 على 25، وهنا هنجيب الجذر. 25 جذرها التربيع 5 على 4 جذرها التربيع 2. هنختصر دلوقتي 2 على 2 فيها الواحد، 4 على 2 فيها الاتنين، 5 على 5 فيها الواحد، 25 على 5 فيها الخمسة. يبقى كده البسط 1 في 2 ب2 على المقام 1 في 5 ب5. يبقى الإجابة هتكون 2 على 5. وبرضو السؤال ده نقدر نكتبه على الآلة عشان نتأكد من الإجابة. هكتب افتح قوس -3 على 7 اقفل القوس أس 0 في افتح قوس -2 على 5 الكل أس 2 في جذر 6 وربع هتساوي 2 على 5 زي ما طلعناه. يبقى كده اتأكدنا من إجابتنا إنها طلعت 2 على 5. بعد كده السؤال الرابع ألف، اوجد في نون مجموعة حل المتباينة 3 س زائد 5 أصغر من 19. كده عندي عايزين السين لوحدها، نودي الموجب 5 اليمة التانية بعكس الإشارة. يبقى كده عندي ال3 س هتبقى أصغر من 19 ناقص ال5. يبقى ال3 س هتكون أصغر من 19 ناقص 5 يبقى 14. عايزين السين لوحدها، نقسم هنا على 3 وهنا على 3. ال3 هتروح مع ال3 يبقى السين هتبقى أصغر من 14 على 3 مفيهاش اختصار، هتبقى 14 على 3. دلوقتي نقدر نكتب مجموعة الحل. مجموعة الحل هتكون بتساوي المجموعة س حيث س تنتمي النون، والسين أصغر من 14 على 3. بعد كده السؤال الرابع ب، اوجد في أبسط صورة قيمة المقدار 2 أس -4 في 2 أس 7 على 2 أس 3. دلوقتي في البسط الأساسات متحدة عند الضرب والأساسات متحدة. هنكتب الأساس اللي هو 2 ونجمع الأسس عند -4 زائد 7 على المقام عندي 2 أس 3. هنجمع البسط عندي 2 -4 وموجب 7 إشارات مختلفة، هتنزل إشارة العدد الكبير 7 ونطرح 7 ناقص 4 يبقى 3 بالموجب على 2 أس 3.
هنا العدد على نفسه هيبقى بيساوي الواحد. ممكن نعملها بطريقة تانية، ننزل 2 أس -4 في المقام عشان نتخلص من الأس السالب. يبقى كده البسط عندي فيه 2 أس 7 على المقام فيه 2 أس 3 فيه 2 أس -4 تنزل في المقام هتبقى 2 أس 4. دلوقتي البسط عندي 2 أس 7 على في المقام عند الضرب والأساسات متحدة هنكتب الأساس اللي هو الاتنين، وهنجمع الأسس 3 - 4 7. كده العدد على نفسه هيكون بيساوي 1. أو ممكن نقول عند القسمة والأساسات متحدة هنكتب الأساس اللي هو 2، وهنطرح الأسس 7 - 7 هيبقى 0. أي عدد أس 0 بيكون بيساوي الواحد. بعد كده السؤال الخامس ألف، إذا كانت س بتساوي -نص وص بتساوي -3/4، فأوجد في أبسط صورة القيمة العددية للمقدار ص على س أس 2 الكل أس -2. أول حاجة عايزين نتخلص من الأس السالب، فهنقلب الكسر يبقى عندي س أس 2 على ص الكل أس 2. دلوقتي قيمة السين كسر وقيمة الصاد كسر، هنكتب س أس 2 بدل ما هي بسط ومقام هنكتبها على السطر، يبقى عندي س أس 2 على ص، وده كله هيكون الكل أس 2. دلوقتي هنعوض السين بسالب نص الكل أس 2 على الصاد اللي هي بسالب 3/4، وده هيكون الكل أس 2 هتساوي. هنا عندي طالما الأس زوجي هيلغي الإشارة السالبة، يبقى هنفك الأس دلوقتي، هنوزعه على البسط وعلى المقام. 1 أس 2 يعني 1 في 1 ب1 على 2 أس 2 يعني 2 في 2 هيبقى ب4 على -3/4، وده كله الكل أس 2. هنا عندي مسألة قسمة، هنثبت الكسر الأول اللي هو الربع، وبعد كده نقلب العلى فيه ونقلب الكسر التاني هيبقى 4 على -3، وده كله الكل أس 2. 4 اللي في البسط هتروح مع ال4 اللي في المقام فيها الواحد، يبقى كده عندي 1 في 1 ب1، 1 في -3 بسالب 3، وده هيكون الكل أس 2. عندي الأس الزوجة يلغي الإشارة السالبة، يبقى كده الأس هنوزعه على البسط وعلى المقام. 1 أس 2 يعني 1 في 1 ب1 على 3 أس 2 يعني 3 في 3 هيبقى ب9، يبقى الإجابة هتكون ب1 على 9. بعد كده السؤال الأخير، صندوق يحتوي على 5 كرات بيضاء و4 كرات سوداء و7 كرات حمراء. سحبت كرة عشوائيا من هذا الصندوق، أوجد احتمال أن تكون الكرة مسحوبة. أول حاجة بيضاء، أول حاجة بنجيبها في السؤال ده العدد الكلي. العدد الكلي هيساوي 5 زائد 4 زائد 7. 5 و4 9، 9 و7 هيبقى 16. أول حاجة عشان نجيب احتمال أن تكون بيضاء، احتمال أن تكون بيضاء هيكون بيساوي عدد الكرات البيضاء 5 على العدد الكلي اللي هو 16، يبقى ده احتمال أن تكون بيضاء. تاني حاجة احتمال أن تكون سوداء، عدد الكرات السوداء 4 على العدد الكلي 16، هنختصرها 4 على 4 فيها الواحد، 16 على 4 فيها ال4 هتكون بتساوي الربع. بعد كده احتمال أن تكون ليست بيضاء، احتمال أن تكون ليست بيضاء. ليست بيضاء يعني يا إما سوداء يا إما حمراء. سوداء اللي هي ب4 زائد حمراء اللي هي ب7 على العدد الكلي اللي هو 16. 4 زائد 7 هيبقى 11 على 16، ودي مفيهاش اختصار. بعد كده الاحتمال الأخير احتمال أن تكون بيضاء أو سوداء، احتمال أن تكون بيضاء أو سوداء. بيضاء اللي هي ب5 زائد السوداء اللي هي ب4 على العدد الكلي اللي هو 16. 5 زائد 4 9 على 16، ودي برضو مفيش اختصار هتبقى 9 على 16. بانتهاء السؤال ده تكون انتهت المحافظة رقم 15، محافظة جنوب سيناء. يا رب تكونوا استفدتوا من الشرح. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا إشعار كل ما نزل فيديو جديد. شكرا لكم، مع السلامة.